السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم نبتة كريمة كريفي. اليوم ما شاء الله كيف كتلاحظوا معايا غادي نصايب معكم بطيبطات اللي كيجيو اكثر من رائعين وكيجيو منتفخين كيف كتشوفوا، كيتنفخوا بواحد السرعه كبيره بزاف. والسر في هذا الانتفاخ ديال هاد البطيبطات هادو هي الطريقه باش كنطيبوهم. بقاو معايا. وهنا كيف كتشوفوا معايا عندي الدقيق، هنايا عندي كيلو ديال الدقيق، الدقيق الابيض مع الدقيق ديال القمح ديال الدار. انا درت ديال الدار، نتوما ما عندكمش ديال الدار ديروا الدقيق الفينو، كيجي حتى هو كيجي زوين بزاف. غير هذا ديال القمح ديال الدار كيكون بنين بطبيعه الحال. هنايا كيف ما ذكرت معكم عندي كيلو ديال الدقيق، نص فرص ونص دقيق ديال القمح. هنا عندي الملحه على حسب الذوق، بغيتو ديروا واحد المعلقه ونص ديال السكر. انا ما بغيتش ندير السكر صافي. هنايا كندير المليحه ديالي وكنخلط مزيان. ضروري المليحه كيجي يعني البطبوط ديالنا كيجي يعني مملح بحال الخبز، يعني ضروري خصنا تجي فيه المليحه. صافي كندخل ديك المليحه مزيان صافي. غير المليحه والسكر، اللي بغى يدير السكر، اللي ما بغاش يدير السكر ما يديرش. والماء كيكون دافي والخميره. وهنايا عندي واحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز اللي كنكون درتها في الماء اللي كيكون دافي. صافي هذه هي المقادير اللي عندي. كنكون مدفيه الماء بطبيعه الحال. الماء ديال العجينه كيف كتشوفوا معايا كيكون سخون شويه، والماء كيبقى على حسب الجو، واش الجو كيكون سخون ولا بارد. الا كان الجو بارد بزاف كنديروا الماء شويه زيت سخون، كان يعني الجو سخون كان غير كندفيو الماء. صافي كنعجن بحال هكا. كنكمل كنبقى كنزيد الماء حتى كتجمع ليا العجينه. العجينه ما كتكونش رطبه بزاف وما كتكونش نفس الوقت قاصحه، باش كتجينا يعني كتعطينا الطيب في الخدمه. صافي هنايا كنكون درت الماء اللي كيكون عندي كامل، وكتكون العجينه ديالي كيف كتلاحظوا كتجمع. هنايا كنبقى نديك العجينه ديالي شويه ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق، ما نخليهاش حتى تتفاعل فيها الخميره. غير بلا ما تجي تطلع فيها الخميره وغادي ندوز باش غادي نقرص البيضات ديالي كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو. صافي هنايا العجينه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، ما كتجيش رطبه بزاف وما كنخليهاش قاصحه كيف كتشوفوا معايا. دابا غادي نغطيها ونخليها بين ما تطلق راسها وتجي تطلع فيها الخميره. صافي كندوز باش نخرج البيضات ديالي. هنايا بعد ما كيكون يعني العجينه ديالنا طلعت فيها الخميره كيف كتشوفوا معايا، غير كتطلق راسها شويه. صافي كنطلق العجينه ديالي كيف كتلاحظوا، وكندير شويه ديال الفينو باش كنقرصها. كتقرص غير بيد لان العجينه شويه رطبه، العجينه ماشي قاصحه. وكنكمل بالدلاك بحال هكا. العجينه ديالي كتكون ناجحه 100% كيف كتلاحظوا، كتكون عاطله هاد البويقات هادو كيف كتشوفوا. هنا انا عندي هاد الحجم هادو باش غادي نقطع ديال هاد المراشم هادو. كيبقى القياس على حساب كل وحده، كل سيده شنو كتبغي. انا غادي ندير يعني غادي نقطع وغادي نشوف اللي غادي يجي معايا وهذا كيفاش غادي نقطع. صافي كنقطع انا بهذا اللي كيكون متوسط الحجم ديالو كيف كتشوفوا. هذا اللي كيكون يعني الحجم ماشي كبير وماشي صغير، كنقطع به كيجيني على هذا السمك هذا. صافي كنستمر انا كنقطع بهذا المرشم بهذا القياس هذا اللي شفتوا معايا. ضروري نبركو مزيان باش ما كتجيش معنا وكيجي على هذا السمك يعني البطيبطات ديالنا كيجيو ماشي غلاض وماشي رقاق كيف كتلاحظوا معايا. انا غادي نستمر هكا حتى نكمل العجينه اللي عندي كامل. صافي هنا كنخرج البطيبطات ديالي كاملين وكنديرهم على واحد التويب وكنخليهم حتى يعني تجي تطلع فيهم الخميره. وكنضيف المقله ديالي الثقيله كتسخن، وكنطيب المخمرات ديالي كيف غتشوفوا معايا في المرحله الجايه. وهنا كيف كتشوفوا معايا البطاطا ديالي بعد ما كطلع فيهم ديك شويه ديال الخميره كنسخنوا المقله الثقيله كيف كتشوفوا معايا. وكنبقى كنحط البطاطا ديالي بحال هكا وكنخليهم غير كيعرقوا شويه، وكنبقى نقلبهم ما نخليهمش يتحمروا. الا تحمروا من واحد الشوعات قبلهم راه ما غاديش يتنفخوا لينا. بهذه الطريقه هذه كنخليهم يعني باش كيتنفخوا معنا.
صافي كنبقى مقابله البيضات ديالي هكا، يعني حتى كنقلبهم كاملين، وكنبقى مقابلهم كنقلبهم حتى كيبداو يتنفخوا معايا. نتوما كتشوفوا معايا البيضات ديالي شحال كيتنفخوا كيطلعوا غير بهذا القلب اللي كنقلبوهم، كيجيو رائعين بزاف. ضروري كنقابلوهم بحال هكا باش كيعطيونا هاد النتيجه هذه بحال هكا. كيف كتلاحظوا معايا انا كنقابلهم هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله.